طبعا أنا يا حبايب قلبي أختلف عن الآخرون. ليه يا أم هنا؟ كل الناس عملت صينية السعادة في أيام العيد. طبعا أم هنا تختلف عن الآخرون. لحد ما ربنا فرجي عملنا إيه؟ صينية السعادة عشان الولاد نفسهم فيها بصراحة. تابعوا الفيديو عشان الفيديو جميل جدا، يستاهل أحلى لايك وأحلى بالصلاة على النبي. صلوا على النبي يا غاليين، ووحدوا الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. وتعالوا نعملوا صينية السعادة اللي هي فعلا صينية سعادة. أنا النهاردة سعيدة عشان أنا بحب الأكلة دي. طبعا في ناس بتسميها أكلة حلويات المذبح، وفي ناس بتسميها إيه؟ صينية السعادة. وأنا بسميها صينية السعادة. النهاردة نعمل إيه؟ كبدة بلدي، طحال، قلب، كلاوي. كل ده بإذن الله هنعملوه وفشة. الفشة دي أنا عملت فيها إيه؟ قطعتها يا حبايبي وغسلتها وسلقتها. يعني الفشة الحاجة الوحيدة اللي أنا قطعتها وسلقتها دي مع نفسي عشان ما تاخدش إيه، سوا عنيهم. طبعا كانت عندي حتة من الدهنة برضو من محلويات الدهنة، قطعتها وامشوا معايا بالخطوات دي. كانت جميلة يا جماعة، جميلة ما شاء الله، الله أكبر عليها. صلوا على النبي بالله عليكم، وحدوا الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنا دايما وأبدا أحب أصلي على النبي كده في طول الفيديو بتاعي. حطيت يعني ربع كوباية من الزيت، وحطيت معاه حتتين من الدهن زي ما انتم شايفين، وقلبتهم. بعد ما قلبتهم ضفت عليهم ايه؟ القلب. عشان كل حاجة بتستوي انا حطيتها تدريجيا. يعني الحاجة اللي بتستوي اكتر هي اللي بتحطها في الاول. وبعد كده حطيت ايه؟ الطحال. انا الطحال كان نفسي فيه ان انا اجليه بصراحة، كانت حتة صغننة بس انا كان نفسي فيها اجليه، رحت انا ايه حطاها كده معاهم. والكلاوي. وبعد كده الكبدة دي أنا خالية منها، دي حوالي نص كيلو من الكبدة بلدي. شايلة منها الغلاف البراني عشان ما تجلدش وما تنشفش. دي الأول حاجة حطيتها وخليتهم يتقلبوا كده شوية حلوين على النار. إلا التوابل يا أم هنا، ملح وفلفل أسمر وكمون، ما تكتروش توابل. ملح وفلفل أسمر وكمون، هما دول الثلاث حاجات. أنا مش حاطة توابل، احنا عايزين نستمتع بالحاجة الحلوة دي. بعد كده حبايبي حطينا ايه؟ الفشة دي كنت ايه أنا سلقاها ومقطعاها صغنن زي ما انتوا شايفين، وسلقتها تاخد سوا. طبعا انا بشرح لكم واحده واحده عشان دايما وابدا انتوا بتقولي لي انت بتسرعي يا ام هنا فين؟ في المكونات دي. طبعا ده طبعا حطيت توم ايه؟ مفروم يا حبايبي. طبعا انا كنت عامله من البصله بصلتين كده حلوين، طلع عصفوره كده، جناح عصفوره جناح عصفوره يا جماعه. جناح عصفوره، وقلبتهم كده. انا عايزه الكميه دي يعني اعملها بقى، اكترها. تكتريها بايه؟ بصل، توم مفروم. تكتريها طبعا عندك اي فلفل الوان او فلفل اخضر، كتري ما تستخسريش. حبيبتي واختي الغاليه، صلي على النبي، وامنتك امانه توحدي الله، وامنتك امانه تحط اللايك لو سمعت الفيديو كملتيه. لما كملتوش انت الخسرانه، عشان مش هتشوفي الجمال ده والحلاوة والألوان الجميلة دي اللي هي مبهجة. وأنا يا جماعة ما تاخذونيش في الفيديو ده عشان مش عشان الأكل، أنا بحب لما تكون الكاميرا صافية كده وما شاء الله الله أكبر الحاجة اللي قدامي واضحة. عشان ساعات الكاميرا بتظلم الأكل عندي، والله بتظلمه جامد. ببقى عاملة الحاجة حلوة جدا بس بتيجي في التصوير ساعات ما بيكونش ليها نصيب فيه، بتطلع حلو التصوير ما بيطلعش حلو. فأنا حطيت الفلفل الألوان زي ما انتوا شايفين، وحطيت اخر حاجه الفلفل الالوان، وحطيت الفلفل الاخضر برضو، وخدوا تقلبتين وانا غطيتهم عشان يطلعوا بخار، عشان ده كبده بلد وحاجات بلدي لازم تاخد سوا. طبعا انا وضبت البصل والليمون وعصرت الليمون فيها، معلش ما تنسوش دي. بص الصوص، انا كنت حطيت لها ربع كوبايه ميه بس ما جاتش في التصوير عشان تطلع الصوص ده بتاعها وطلع بخار. ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر عليها. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله. طبعا مش عايزين ننسى العيش. العيش لازم يبقى محترم زي ما انت شايفين كده، ده شارين ومش بتاع الفرن. يعني ده شارين العيش عشان تبقى اكله كده بصراحه جميله. ومخلل
وقطعت شرايح طماطم. ودي كان غدانا النهاردة، وكانت أكلتنا الحلوة. تسلموا لي حبايبي، ويسلموا لي اخواتي اللي بيتابعوني، ويسلموا لي اخواتي اللي بيشجعوني، ويسلموا لي اخواتي اللي بيخشوا لي في الكومنتات وبيسألوني انت فين يا ام هنا، غايبة ليه عننا اليومين دول. انا مش عارفة اقول لكم ايه، انتوا عيلتي التانية والله، وحببتوني في القناة وحببتوني في الفيديو، حببتوني ان انا اطلع معاكم ادردش معاكم حتى لو في البث، حببتوني في كل حاجة عشان انتوا ناس طيبة، ناس محترمة، اهلي كده التاني واخواتي التانيين. من كتر طيبتكم عليا وبتخشوا لي في الفيديوهات عشان انتوا مش عارفين، يعني انا شلت الرقم وشلت كل حاجة، فانتوا بتتواصلوا معايا، يعني بتتواصلوا معايا في الكومنتات اللي بتدخلوا لي في الفيديوهات القديمة. فانا كنت غايبة عنكم 5 6 ايام ولا 8 ايام، فكلكم أشكركم جدا جدا على اهتمامكم بيا واهتمامكم بهنا بنتي، بتسألوا علينا، بتسألوا على رحمة. فاشكر كل حبايبي اللي انتوا عارفين مين اللي انتوا بعتولي او ما بعتوليش. فاشكركم جدا يا حبايبي، ربنا يدومكم ليا نعمة ويدومكم ليا في حياتي نعمة. فاشكركم يا غاليين على حبكم واهتمامكم بيا. طبعا دلوقتي كان غدايا، وكان أكلتنا الحلوة الجميلة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.